مساء الفل. في حاجة النهاردة قابلتها فعلا، دي اللي ينطبق عليها المثل بتاع هم يبقى ضحك وهم يبكي. أداة هم يضحك. آه، الكابتن ميدو أنا بحبه على المستوى الشخصي ككورة، كلام في الكورة وآراء في الكورة وبتاع. الراجل شغال زي الفل، أنا بحبه، بحب أتفرج عليه وبحب أسمعه، وفي آراء ليه كتير أنا مقتنع بيها، وفي كلام طبعا إيه عادي يعني. بس بقى إيه إحنا مشكلتنا؟ ان احنا بنحب نبقى ايه، نشوف الدنيا ماشيه فين ونخش نروح الجهه التانيه. يعني نشوف الناس ماشيه يمين كلنا نقوم احنا داخلين شمال. كابتن ميدو كاتب تويتر النهارده، لا لها علاقه بالكوره ولا علاقه بالرياضه ولا لها علاقه باي حاجه، لا علاقه بالفاتي. حب يفتي، فكتب ايه بقى الكابتن ميدو؟ كتب الاتي: الاخوه المصريين اللي زعلانين قوي على وفاه اسماعيل هنيه، بفكركم ان الحمد لله انه توفى. ماشي يا عم. قبل ما ينفذ اهم نقطه في اجنده حماس، وهي محاولة إرهاب الجيش المصري وإرضاخه عن طريق تهريب أسلحة ودواعش إلى سيناء. أما الإخوة الفلسطينيين اللي زعلانين على وفاته، بقول لهم دمتم أغبياء، وبلغوا الورثة بتوعه معاهم كام مليون في حساباته في باريس بعد كام سنة. الورثة بتوعه هو ما عادش عنده ورثة، العيلة كلها ماتت، يعني غالبية ولاده الرجالة ماتوا، حتى أحفاده فيهم منهم كتير كتير ماتوا. بس ده إيه، مش موضوعنا بقى. إن مش دي الخناقة يا كابتن ميدو، والموضوع مش مستحمل فتي خالص. يعني لو ولتقل خيرا او لتصمت. والموضوع لا هو اخوان ولا هو حماس ولا هو مخطط حماس. الخناقه ديت احنا ممكن نتخانقها بعد ما الموضوع يخلص. يعني الخناقه دي لا، مع كل حاجه لها ميعاد. يعني احنا كلنا، احنا مش هل الاخوان الحماس مش جزء من الاخوان؟ هي جزء من الاخوان، ده حاجه ما فيش فيها اي شك. الاخوان فصيل، الحماس فصيل من الاخوان. الاخوان لها اشكال ده شكل من اشكال الاخوان، ودي حاجه فيها شك. بس الكلام اللي هو كاتبه ده في عليه دليل او ده وقته اصلا؟ الله اعلم، انا مش هفتي. يعني انا إيه لا الخارجيه المصريه طلعت بيان او طلعت تقارير تقول ان حماس كان هي دخلت ارهابيين ودخلت دواعش ودخلت بتاع. ما مش وقته، يعني ده مش وقته ومش مرحلته ومش خناقتنا دلوقتي. يا الكابتن ميدو راجل نجم كبير ومش مش محتاج ان هو يركب ترند، ولا انه يخش، ولا مش عارف هو بيعمل كده ليه. يعني انت مش محتاج، انت راجل ليك جمهور ونجم وبتتشاف، فانت مش محتاج تطلع بره السرب عشان تتشاف. انت تشوفها تسيبها لناس تانية عايزه تتشاف ولا عايزه تشهر. مش دي الخناقه اصلا، الراجل مات الله يرحمه. ده نجيب ساويرس يا اخي، تعالوا بالراحه. اصل ده حاجه ملهاش دعوه لا باخوان ولا بسلفيين ولا بمسلمين ولا بمسيحيين، لا دعوه ببني ادمين. يعني لا دعوه انت تبقى بني ادم. هو احنا متفقين معاه مختلفين معاه ليه؟ انا نفسي عندي تحفظات كتير على حماس وعلى سلوكيات حماس، وعندي رأي في حماس وكل واحد من حقه يقول رأيه. بس دي مش وقت الخناقة، دي مش الخناقة حاليا، مش دي الخناقة. هما الوقت هل هما جزء من مقاومة؟ هما مش كل المقاومة، هما جزء من المقاومة. ومش كل الفلسطينيين هما جزء من الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ده كله بقى خناقته واحدة، واحنا لازم نقف وراهم كلهم، لان ده واجبنا. كمان هننظر عليهم، يعني احنا مش نسكت. ده احنا بيقول لك الفلسطينيين اللي زعلانين ما يزعلوا يا عم، احنا مالنا؟ انت مش زعلان، انت حر. بس هم يزعلوا، هم احرار. يا جدعان بقى، يا كابتن بقى، مش لازم نقول كلام نخرج بره السياق عشان خاطر نتشاف. وانت مش محتاج تتشاف. انت راجل بتاع كوره، خليك في الكوره، انت بتفهم في الكوره. انت مالكش في السياسه وما عندكش معلومات ولا عندك دليل ولا عندك بتاع وبتهبد. مش وقت، ده مش مكان، ده مش مجال تهبد فيه. اهبد في حاجه تانية. يعني خليك مع الناس اللي في تركيا وفي باريس وفي لندن، اهبد معاهم براحتك. انما دول مش في ده مش مجاله وده مش مكانه وده مش وقته. والكلام ده كلام كله غلط، وكلام غلط اللي هو تقوله.
يعني مش وقته خالص، احنا الوقت اللي احنا ندعي للناس دي ونساندها كلها. والراجل اللي مات اللي هم زعلانين عليه ده بالنسبه لهم بيتعلقوا في قشايه، هم قشهم كله اتحرق، ما عادش عندهم قش حتى يتعلقوا بيه. المواضيع ما يا جدعان يا كابتن، يا كابتن ميدو، انت اللي بتخلي الناس تقعد تتكلم وتقول الكاسين والسيجارتين والبتاع، وبعدين احنا اللي بندي فرصه للناس تحفل علينا عشان بس انت بتقول حاجات يعني ملهاش مكان ولا لها معنى ولا لها مجال وكلام هري وكلام كله هبد. هل الدولة أعلنت إن الناس دي دخلت الإرهابيين ودخلت مش عارف إيه ودخلت كذا سنة، وبعدين هم اللي يعملوا مخطط؟ أمال الناس التانية دي بتعمل إيه؟ يعني دول بيعملوا مخطط ضدنا ماشي، طب ودول بيعملوا إيه بقى؟ إحنا دلوقتي إحنا بينا وبين بعض خناقة، ده خلاها بعدين في خناقة أكبر لأنها خناقة وجود بقى يا كابتن. يعني دي خناقة وجود متعلقة بوجودنا بقى، كلنا عرب ومسلمين وبتاع. فالموضوع كبير يا كابتن ومش محتاج هبد خالص. وشكرا لكم يا كابتن، وشكرا لكم جميعا وليلكم سعيد.